صباح الفل والورد. تعالوا النهارده نكمل مع بعض سلسله نواعم العيد. النهارده عملت معاكم البيتي فور. البيتي فور ده عندي في البيت وحش الكون، مفيش حد ما بيحبوش، بيعشقوه عشق. هقولك ازاي تطلعيه النهارده ماسك نفسه ويدوب في بقك. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه وهعرفك ازاي تزينيه باكتر من شكل علشان تقدميه بطريقه تشرف حبايبك. اول حاجه واهم حاجه في كل نواعم العيد ان احنا نشتغل بالميزان. اشتغلتي بالميزان يبقى ان شاء الله وصفاتك كلها هتطلع مظبوطه. هتحطي اي اناء على الميزان بتاعك وتصفريه علشان تاخدي وزن الشيء الداخلي اللي انت هتوزنيه مظبوط. طبعا اول حاجه هستخدمها زبده، والزبده عندي لازم وضروري تكون بدرجه حراره المطبخ، تكون طريه، ما تكونش في التلاجة ابدا. هستخدم النهارده 750 جرام من الزبده، كيلو الا ربع من الزبده. عايزه 750 جرام، لا اكتر ولا اقل. نشيل الاتنين جرام دول كده، وصلت 750 جرام من الزبده. ودي اول خطوه. هنزلها في اناء واسع، اي اناء انت هتشتغلي فيه او هتعجني فيه هتنزلي الزبده جواه. وزي ما انتوا شايفين، وباكد للمره التانية والتالتة والرابعه، الزبده لازم تكون لينه معاكي جدا. طلعيها من التلاجة من قبلها بيوم، مثلا هتشتغلي الصبح طلعيها بالليل، هتشتغلي بالليل طلعيها الصبح عشان تاخد معاكي درجه حراره المطبخ. والخطوه التانية برضو هصفر الطبق اللي انا هوزن فيه السكر البودره. والسكر البودرة هنا يا جماعة برضو لازم يكون منخول، انا نخلاه قبل ما احطه جوه البرطمان. هستخدم معاكم في وصفة النهاردة 300 جرام من السكر البودرة، يبقى 750 جرام من الزبدة ضفت عليهم 300 جرام من السكر البودرة المنخول، ما يكونش فيه اي تكتلات. يا رب يكون الفيديو موضح الارقام قدامكم. وهاجي بقى بعد كده هضيف السكر البودرة على الزبدة. انزل بس البواقي اللي موجود في الطبق علشان اضمن ان ميزاني ومقاديري تبقى ان شاء الله مظبوطه. وباي مضرب يدوي الاول هبتدي اقلب الزبده مع السكر كويس، عشان لو استخدمت المضرب الكهربائي طبعا السكر هيتنطور مننا. اقلب الاول بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده السكر والزبده امتزجوا مع بعض. عايزه تكملي بالمضرب اليدوي لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه، استمري وكملي. مش هيحصل اي حاجه، بس الموضوع هيبقى تقيل شويه عليكي، هيبقى صعب. بالمضرب بقى وابدأي امشي اضربي السكر مع البودره كويس قوي لحد ما تطمني ان السكر داب تماما، والزبده كمان معاكي تحسيها هشه كده وانت بتضربيها. ابتدت تدي معايا قوام الكريم شانتيه. شايفين بتلف معايا بسهوله ازاي؟ حتى المضرب كمان بيمشي جواها بسرعه. اتاكد بقى واخدها لفتين اتنين كده بالمضرب العادي. شايفين ناعمه خالص خالص. هنا بقى خطوه البيض. انا بصراحه في البيض بفضل ان انا احط على كيلو الدقيق على الوصفه بتاعتي 4 بيضات، اتنين كاملين وصفارين فقط، صفارين اتنين بس على بيضتين كاملين. الطريقه دي بتطلع معاكي البيتي فورايه ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت بتدوب دوبان جوه البق، مش بتدوب في ايديكي. عايزاها دايبه اكتر حطي 3 صفار بيض مع بضايه كامله. عايزاها متماسكه اكتر حطي 3 بيضات مع صفار بضايه. بس هو دي انت كده مسكتي العصايه من النص، لا طلعتيها دايبه زياده عن اللزوم ولا متماسكه زياده عن اللزوم. مع اخر بضايه هتضيفي رشه الفانيليا وتكملي تقليب بنفس الشكل اللي انت شايفاه. وبعدين هبتدي انزل بالدقيق، كيلو كامل من الدقيق على المقادير اللي انا قلتلك عليها. انزلي بكيلو كامل من الدقيق. وابتدي بقى، ورشه الملح طبعا مش هننساها. ابتدي بقى، احنا مش بنعجن البيتي فور خالص، يا تلمي العجين بالسباتيولا يا تعمليه باطراف صوابعك. العجين لو اتعجن كتير، لو عجنتيه كانك بتعجني قرص العجينه هتتحول معاكي العجينه مطاطيه، مش هتعرفي تشكليها لا في المكنه ولا في القمع، مش هتتقطع معاكي اصلا. كده عجننا كويس بنفس القوام اللي انتوا شايفينه. عجينه هتلزق في ايديكي الوسخه، هتطلع طبعا اللي انت عاجنه بيها، انما ايديكي التانية نظيفه هتحطي ايدك عليها هتلاقيها بتلزق، ولكن ايديكي هتطلع نظيفه. كده القوام بتاعك مظبوط والوصفه بتاعتك ناجحه. هناخد نص العجين بتاعي او نص المقادير بتاعتي هنحطها في طبق تاني، هنغطيه. وهاجي على النص اللي انا حطاه ده هبتدي انزل بمعلقتين 2 كبار من الكاكاو البودر المنخول. برضو وصفاتي كلها النهارده لازم تكون كل حاجه منخوله.
وهننزل بمعلقه زبده علشان طبعا حبيبات الكاكاو ما تغيرليش قوام العجين بتاعي، ما يطلعش قاسي معايا. فهننزل بمعلقه كبيره زبده على معلقتين 2 كاكاو، وهبتدي زي ما انت شايفه باطراف صوابعي، انا ما بعجنش، انا بلم الكاكاو على العجينه باطراف صوابعي. وصلنا لنفس الشكل ده، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. وهغطيها وهدخل العجين بتاعتي ترتاح في التلاجة لمدة نص ساعة. انا بقى ولا بشكل بقمع ولا بشكل بمكنه بيتي فور، ما عنديش مكنه بيتي فور. بالجزء الصغير اللي قدامكم ده بالنسبه لي سهل جدا. ماشي. وهبتدي اضغط عليه، هيطلع معاكم البيتي فور بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. وردات البيتي فور طالعه جميله جميله جميله. بس طبعا مهم انك تختبري 2 3 تدخليهم الفرن علشان تتاكدي انها مش هتفرش معاكي. فرشت هنزود معلقه او معلقتين دقيق بالتدريج عشان اللي يكمل عجين ما يبصش منك، وعشان برضو انواع الدقيق بتختلف. كده طلع بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. ادي الابيض وادي الشوكولاته، ريحتها قمر. مش قادره اقول لك انا فضلت ان انا اعمل الخطوه دي واحنا صايمين، عشان لو عملتها واحنا فاطرين انا مش هلاقي البيتي فور عشان ازينه اصلا من كتر ما هي دايبه وناعمه. التزيين بقى زي ما انت حره. عندك دي فيه صوص شوكولاته ابيض، شوكولاته عفوا شوكولاته بيضاء مسيحاها، شوكولاته بني، سوداني مكسر، فارميسي ملون، فارميسي شوكولاته. وهبتدي طبعا احلى حشوه للبيتي فور الابيض هي مربى المشمش. شايفين شكلها قمر ازاي، واحلى من بتاعه المحلات. وكيلو دقيق عمل معايا كم ما شاء الله ما شاء الله. ده غير ان انت ضامنه ان خاماتك نظيفه، حاجتك تمام، كل حاجه عاملاها بايديكي، عاملاها بحب، مبسوطه وولادك مبسوطين معاكي. ودي الشوكولاته انا بحشيها من جوه شوكولاته برضو، ما بحشيهاش مربى علشان ما تجزعش معانا، ما تبقاش طعمها مختلف شويه. وهتبتدي تكملي. طبعا شايفين ان انا حاطه كيس على القطاعه بتاعتي علشان الشوكولاته ما تلزقش في القطاعه، او تلزق في الطبق او الصينيه اللي انت حاطه عليها لحد ما تنشف تماما. وبعدين بتعينيها، ما بتعينيهاش في العلب بتاعتها او في الاطباق التخزين الا لما الشوكولاته تنشف تماما تماما. والعمليه دي في الجو اللي احنا فيه ده ما بتاخدش اكتر من نص ساعه. وتبتدي تكملي بنفس الشكل ده لحد ما تخلصي كل اللي عندك. بدعي بقى غيري اشكال زيني زي ما انت عايزه، الموضوع اختياري بحت. كده وصفتي النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا بيها. قدميها زي ما انت عايزه تقدميها، وبتخزنيها طبعا في علب محكمه الغلق، وبتعينيها. احنا في البرد فممكن تسيبيها بره، انما لو هتعمليها في الصيف لازم لازم تعينيها في التلاجة. كل سنة وانتم طيبين، وتنعاد علينا وعليكم الأيام بألف خير. ومن هنا للفيديو جاي أسيبكم في رعاية ربنا وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.